مش كل ألم ظهر سببه مجهول، ومش كل صدفية بتكون مشكلة في الجلد بس. في أمراض مناعية ممكن تهاجم المفاصل والعمود الفقري وتسبب التهابات مزمنة. النهاردة هنتكلم عن مرضين مهمين جدا في الروماتيزم والمناعة: التهاب الفقار اللاصق والصدفية المفصلية. الاتنين أمراض مناعية، يعني جهاز المناعة بيهاجم الجسم بالغلط وبيسبب التهابات في المفاصل، لكن الفرق بينهم مهم جدا. أولاً، التهاب الفقار اللاصق غالباً بيصيب العمود الفقري والحوض، ويظهر في صورة ألم أسفل الظهر مستمر أو تيبس الصبح، والتحسن بيكون بالحركة مش بالراحة. أحياناً ألم في الكعب أو التهاب في العين، ولو اتأخر العلاج ممكن يسبب تيبس في الفقرات ويأثر على الحركة. ثانياً، الصدفية المفصلية دي بتحصل عند معظم مرضى الصدفية الجلدية، وبتسبب تورم وألم في المفاصل وتورم في الأصابع بالكامل وألم في الكعب أو القدم، وممكن تغيرات في الضوافر وأحياناً إصابة في العمود الفقري. كمان في بعض المرضى ألم المفاصل ممكن يظهر قبل الصدفية نفسها. طيب إيه المشترك بينهم؟ الاتنين أمراض مزمنة، لكن التشخيص المبكر بيفرق جدا، ولأن الالتهاب المستمر ممكن يسبب تآكل أو تيبس في المفاصل مع الوقت. العلاج دلوقتي بقى متطور جدا، وبيشمل أدوية تقلل الالتهاب، أدوية مناعية، علاجات بيولوجية حديثة مع العلاج الطبيعي والرياضة، وكل حاجة ليها خطة علاج مختلفة حسب شدة المرض وتأثيره على المفاصل. لو عندك أي ألم في مفاصلك ومحتار توصل للسبب، ابعت لنا وإحنا هنرد عليك.